باجار تلتمر إيرو عم أوك خبالي جن بهذا جوهري أم البيت كده كتن تاخاو كولانا أم ما نقطة خل هردري دانينه أم باراسنا باجار خدكن أم درج نقطة برا نادن أم درج باجار برا نادن جبود جمن درباسي باجار ما نبي أم وق جن أم حاضر إنه آمدن حتى نقطة خوين جاني مذهبي أم يبدن أم خوينا ما سر خوينا ما أم باجار خد تسليمي شتا ناكن وأفدش مني هوفانا وشتى أردوغان أم نايل درباسي باجار ما بيبو جني ما قتل عامك ناوي مها صالح أزري برياكو غراستان باجار تلتمرن إيرو صالح إيرو دجمنكي هوفانا بسر مدهاتية إيرو أم دركتن أم تاغي خد باريزن أم حاري خد باريزن إيرو أم باندك تشملته إيرو إيج تلتمر ذهبه ودحمروج آبا ذهبه شكو كردي هبه إيرو حم إنسانه إيرو إيه ولاد باريس مرباطه شهيد هبه هر إنسانك راه السلاح أخوه ودركبه برا باراستنا أخوه بك مالا أخوه بك حارا أخوه بك آزاروك أخوه بك إيرو قام در نكبه وأم دفاع أخوه نكن كز دفاع مناك إيرو أم بين هبونا مي ياتنبونا مي أمد برخل بدن حيان قلت أخوي لا شيء مذهبه وبجي سرق أبا وشهيد نامرين شهيد نامرين شهيد نامرين وبجي كرد وكردستان بيجي برخدانا يا فكر 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 طبعا اليوم أنا متواجدة بين أخوتنا الأكراد بمدينة تلتمر نحمي حاراتنا ونحمي بيوتنا. طبعا أنا من المكون العربي، أخت للشعب الكردي وأخت للشعب الآشوري المكونات المتواجدة بمنطقة شمال شرق سوريا وخاصة بتلتمر. طبعا اليوم كمان نحن إذا دير الزور والرقة سقطوا بساعات معدودة فنحن ننوه ونقول إنه تلتمر تختلف عن بقية المناطق. اليوم نسيجنا بتلتمر أقوى من إنه العدو يفتتنا بساعات أو بأيام أو بالسنين. طبعا اليوم نحن كأكراد اللي متواجدين هون نحن نعتبرهم أهل إلنا، حتى في عنا عوائل كردية نحن نعتبرها عوائلنا الثانية، نلتجئ إلها أكثر ما نلتجئ لأخوتنا حتى العرب المتواجدين. طبعا سلسلة الخيانات كثرت في الأوقات هاي، وفي مثل شهير يقول اللي الشجرة المثمرة دائما في كتار يهاجمونها. لو ما هالثورة هاي كانت ثورة مثمرة ما كان في هجومات كثيرة عليها. واليوم أنا كبنت عربية ضمن رفاقي المتواجدين الأكراد هون نحن ننوه ونطالب بأنه نقطع هاي السلسلة المتواجدة. نحن كحلقة نعتبر حالنا حلقة من هالسلسلة، نحن فينا نغير مسار، فينا نغير هالمسار هاي بتغيير هالحلقة المتواجدة ضمن هالسلسلة. طبعا مرة أخرى الأكراد هن شعب وهن خلق الله مثل ما خلقنا خلقهن، هن كمان خلقوا من طين وماء وأبناء آدم وحواء، فإلهم حق بالمعيشة، إلهم حق بالسلام. نطالب كل امرأة عربية، كل شخص عربي شريف عاش ضمن مناطق شمال شرق سوريا عايش بحمايتهم، عاش بسلام ضمن هالسنين اللي راحت. نطالبهم بأنه هن يبتعدوا عن الخيانة، يبتعدوا عن الحرب الخاصة اللي اليوم عم تخوض. نحن نعرف مرجعيتنا الأولى والأخيرة هي ضمن مشروع الأمة الديمقراطية، ضمن مشروع الإدارة الذاتية ضمن مناطق شمال وشرق سوريا. طبعا اليوم نحن الحرب ما ناخذها من جهة واحدة ولا نحارب بالسلاح فقط. اليوم زميلتي من المكون الكردي أخت لإلي هي حاملة السلاح وعم تقاتل وأنا كمان عم قاتل من ناحية فنية، لأنه نحن الحرب عنا بثقافة كمان، بسلام كمان. حربنا مو بس بالسلاح، حربنا كمان بأدواتنا الموسيقية، لما نعبر فيها عن ثقافتنا بتزيد تماسكنا أكثر. كيف إيه هذا؟ إيه جنات